السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غنحضروا رغيفات معسلين كيف ما شفتوا معايا كيجيو مقرمشين وشاربين العسل. غنحضروا بجوج ديال الطرق مختلفه بالزيت وبالنشا. بقاو معايا باش تعرفوا الطريقه والمقادير. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنحتاجوا 300 غرام ديال الدقيق، حطيته في هذه القصريه. غنحتاجوا واحد المعلقه ديال القرفه، خماره وحده، معلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، معلقه ديال الخل وما زهر. الا ما عندكمش ما زهر ديروا الخنيشه ديال زهره البرتقال، وكاس ديال الحليب اللي يكون دافي. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنحط القرفه، غنزيد عليها خماره ديال الحلوه من فئه 7 غرام، نخلطوا النواشف مع بعضياتهم. ومن بعد غنزيدوا الزبده اللي تكون بحراره المطبخ. غنحاولوا نلبسوها في الفرن مزيان حتى تلبس، عاد نضيفوا المكونات الاخرى. من بعد ما لبسنا الفرص بالزبده غنضيف هذيك المعلقه ديال الخل وما زهر صافي. غندخلوهم في الفرن ومن بعد غنزيدوا الحليب بشويه بشويه ونعجنوه. ما كتجيش قاصحه وما كتجيش مرخوفه، وانتم غتشوفوا معايا لا تيكستور ديالها كيفاش داير. بعد ما جمعت بداك الكاس ديال الحليب، يعني قداتني فيها كاس واحد صافي، غنحيدها من القصريه وغنحاول ندلكها مزيان على سطح العمل. الا كنتو مثلا ما واقفينش عليها انكم ما غطيبوهاش ديك الساعه، غير جمعوها وديروها في الفيلم اليمونتير وديروها تقريبا واحد 6 سوايع ترتاح صافي. ديك الساعه راه كدلك راسها بوحدها. خليوها غير برا الثلاجه، يعني ما تدخلوش الثلاجه، غير برا الثلاجه وخليوها تدلك على خطره صافي. غندلكها مزيان مزيان ونرجع معكم باش اننا غنبداو نشكلوا واحد الكويرات صغيورين ان شاء الله. بالنسبه للطريقه ديال التوريق غادي نستعملوا جوج ديال الطرق. داكشي علاش غنقسم العجينه على جوج. هاد النص اللي غيكون كبير هو ان شاء الله اللي غادي نديروه بالزيت. بالنسبه لهادو غنشكلوهم كرات صغيورين اللي غنطلقوهم بالنشا، يعني بحال ما كانش الزيت غنطلقوهم بالنشا. ها نتوما شوفوا لا تيكستور ديالها، كرات في هذا الحجم نديروهم متساويين صافي. نكمل على نفس الطريقه. غادي نشكل هاد الكرات نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ونبداو نسرحوا فيهم. ندوزو دابا للتوريق. بالنسبه لطريقه التوريق كاينين جوج ديال الطرق، يعني اللي عجباتكم خدموا بها. كاينه الطريقه ديال النشا اللي غندير معكم دابا، وكاينه الطريقه ديال الزيت. بالنسبه للطريقه ديال النشا هما اللي كنخدموا بهاد الكرات الصغيره، كنحاولوا نملمدوهم شويه في النشا صافي وكنسرحوهم. كنحاولوا نسرحوهم بشكل اللي يكون متساوي، يعني نفس الدائره تكون متساويه مع كاع الحبات الاخرين،
ونديرو وحده على وحده، يعني كل وحده سرحناها نزيدوها على اختها بالاستعانه بالنشا لانه ما غيخليهمش يلصقوا. وصافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للزيت راه كاينه الطريقه السهله والعمليه اكثر، وهي انكم كتسرحوا هذيك العجينه مره واحده. صافي كيف ما شفتوا معايا ها نتوما راه ما غليظاش وما رقيقاش. ها هو السمك ديالها هانتوما. غنحطها بين كل وحده وحده، غنحاول ندير شويه النشا باش ما يتلاصقوش ليا، وندير الثانيه بنفس الطريقه. غنستمر على نفس الكيفيه حتى نكمل الكرات كامله. وهانتوما معايا بعد ما سرحنا العجينه كامله، يعني دوك الكويرات كاملين سرحناهم، غنحاول نقسمهم على جوج، واحد جوج غير باش ما يعذبونيش في خدمه، 3 4 صافي غندير 4 بعد ما سرحت مزيان غناخد الجراره ديال الشباكيه، غنحيد هاد الجناب اللي زايدين، حاولوا ما تضيعوش بزاف العجينه. دابا غنقسموا العجينه على 3، واحد تكون واحد جوج، غندير على 4. بسم الله. صافي واحد جوج 3. بالنسبه للحجم كيبقى اختياري، يعني تبغيو تكبروا ولا تصغروا على حسب ما بغيتو. بالنسبه لطريقه تشكيل هاد الوريقات ما كاين ما اسهل منها. هانتوما غتاخدوا هاد المربع ديالكم، تحاولوا ديروا واحد نصف دائره، واخا ماشي مقاده ولكن ماشي مشكل. هانتوما المهم نحيدوا الحاشيه على شكل نصف دائره. هانتوما ونحيدوا هادشي اللي زايد بحال هكذا، كيبقى هاد المثلث. هاد النصف دائره غنجمعوها. هانتوما بسم الله، 1 جوج 3 4 5. صافي كتشكل واحد الوريقه عشوائيا. كنحاولوا نسدوها مزيان باش ما تحلش لنا في الطياب، ونحيدوا داكشي اللي زايد. وهي هذه الوريقه ديالنا. نعاود وحده اخرى. هانتوما كنحاولوا نجمعوا الحاشيات مزيان وندخلوهم في بعضياتهم. صافي تيجيو زوينين صراحه، ستيل مختلف يعني ديكور جديد. هانتوما غنستمر على نفس الكيفيه حتى نكمل
وانتم معايا. بالنسبه للشكل الثاني هو هذا اللي خلينا غير كره واحده، غنحاولوا فيه بالزيت، غنحاولوا ندهنوا سطح العمل مزيان بالزيت صافي، وغنسرحوه مزيان غيتسرح حتى ياخذ الحجم ديال البوطاجي كامل. كانت عندكم مثلا البوطاجي صغير قسموا الكميه، ديروا غير نص وسرحوها مزيان حتى يبقى يبان لكم سطح العمل. بالنسبه للطريقه ديالو كطووه عادي بحال المسمن، يعني ها نتوما شوفوا راه كيطوب في اليد، غطوه بحال الطيه ديال المسمن. هانتوما غتشوفوا معايا المراحل، نديو الجهه الاولى على الثانيه والنص الاخر لعندها صافي، ونشكلوا تشكيله عاديه. من بعد ما شكلتو على شكل المسمنه عاود طلقتو مزيان، سرحتو كيف ما سرحت العجينه الاولى، وقطعتها مربعات بالجراره ديال الشباكيه، وحطيتهم في واحد صينيه هكذا مغلفه بالفيلم اليمونتير، ودرتهم في الثلاجه في الفريغو حتى النهار اللي نبغيهم، ونجبدهم نقليهم ديك الساعه. بعد ما كملت الكميه كامله في التشكال، هانتوما شوفوا هذا شكل. دابا نوريكم الشكلات الاخرين. صافي درت زيت سخن، غنخليها تسخن مزيان، وجدت العسل، وجدت واحد الصفايه فاش غنصفيو المعسله ديالنا، ونبداو على بركه الله. بسم الله. ضروري تكونوا رشيتوا البلاطو بشويه ديال النشا باش ما يلصقوش ليكم ملي تبغيو تجبدوه تقليوه. هانتوما شوفوا ما شاء الله. وهنا رجعت معكم مع الشكل النهائي. شوفوا التبيصيل ديالنا كيفاش داير، كيف صح الشهيه.
من هنا كنقول لكم عواشركم بركه مسعوده، تدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه والرزق باش ما كتمناو ان شاء الله. كنتمنى الرغيفات ديال اليوم تجربوهم وينالوا اعجابكم. واللي جربتوهم خليوها لي في التعاليق. وإلا عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لي لايك، من لو بارطاج مع الاهل والاصدقاء، ونشارك معكم واحد الوحيده. شفتوها كيفاش مهويه من الداخل؟ هانتوما بالنسبه لهاد المربعين راني زوقتهم بالكاوكا كونكاسي، وهاد الوريدات زوقتهم بجنجلان. هانتوما شوفوا خاوي من الداخل. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وحتى لهنا كنقول لكم السلام عليكم.